اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بمناسبة الصيف والدنيا حر جدا، قلت هعمل ايس كريم كده باربع اطعم مختلفة، سهل جدا وسريع بمكونين 2 فقط. تابع معايا الطريقة والخطوات عشان تطلع احلى طريقة وابسط مكونات ان شاء الله. طبعا دول 4 اطعم مختلفة: الشوكولاتة والفراولة والمانجا وفانيليا. طبعا كل نوع عليه ليه كوباية حليب. الحليب ده او اللبن ده مسقعاه جامد جدا. طبعا حطيت كوباية لبن، حطيت عليها المقدار بتاع الباكو، وقعدت اضرب كده بالمضرب. طبعا ده المضرب البيض، قعدت اضرب كده من 4 ل5 دقايق بقى بالشكل ده لحد ما احصل على قوام فوم كده بالشكل ده. تمام. افضيه بقى في علبة التلاجة واركنه على جنب، او احطه في التلاجة على طول لحد ما اعمل بقية المكونات. طبعا انا بدأت بالابيض الاول عشان هعمل كل المكونات في نفس البولة. تمام. حطيت كوباية حليب، هعمل بقى الدرجة التانية او النوع التاني من الايس كريم اللي هو الفراولة. اضرب بقى كده بالمضرب البيض بالشكل ده. تمام. هفضل اضرب كده من 4 ل5 دقايق لحد ما احصل على قوام فوم كده زي الكريمة. طبعا ده اسهل ايس كريم ممكن تكليف حياتك، يعني بشتريه من بره ونفس المكونات اللي مكتوبة على العلبة بنفذها بالظبط بالحرف الواحد. تمام. طريقتها سهلة جدا وبسيطة ومش هتاخد معاكي اي وقت. فضيته بقى بالشكل ده في علبة التلاجة وهحطه في التلاجة على طول في الفريزر. في نفس البولة رحت بقى حطيت النوع الثالث من الايس كريم. طبعا الحليب ده انا قلت ساقع جدا، هحط بقى اللي بالمانجا. تمام. افضل اضرب بقى فيه كده عشان خاطر وقت الفيديو، فانا بضرب وبفصل عشان خاطر وقت الفيديو ما طولش عليكم. تمام. ضربت كده من 4 ل5 دقايق برضو لحد ما احصل على قوام فوم كده وهش وجميل. تمام كده. في علبة التلاجة برضو عملت كله قدامكم كده عشان خاطر تعرفوا الطريقة بتاعته بالظبط. طبعا بقول للبنات الصغيرين اللي لسه داخلين المطبخ جداد، اخر حاجة اللي بالشوكولاتة. طبعا كوباية حليب ساقعة جدا، احط بقى اللي بالشوكولاتة بالشكل ده. حاجة سهلة جدا ومش هتاخد معاكي وقت، والولاد تفضل تاكل ايس كريم يعني جميل جدا ويعمل كمية محترمة ما شاء الله. طبعا الايس كريم التاني اللي بالفواكه كنت عاملاه، ولو حابين انزله لكم تاني. عملت بالمانجا وبالموز وبالكركديه مكونات بسيطة وسهل جدا. فضلت اضرب فيه كده 4 5 دقايق برضو، واحطه بقى افضيه في علبة التلاجة بالشكل ده يمسك بقى كده في الفريزر. تمام كده عملت ال4 اطعم مختلفة، احطهم في الفريزر لحد ما يجمدوا معايا واقدمهم بقى. طبعا انا كنت مصورة طريقة التقديم بتاعت الايس كريم، بس للاسف الفيديو فصل او مصورش ما اعرفش. طبعا انا عملته بالطريقة ديت وشكلته بقى بالقطع مانجا وفورماسيل وكرز الوان وفراولة، حاجة اللي موجود عندي في المطبخ حطيته على وش الايس كريم. عملت كمية محترمة بالشكل ده واتباع معايا ما شاء الله كمان، والولاد انبسطت منه جدا. يا رب اكون فدتكم وما نسيتش اي حاجه، وتعملوه بالف صحه وهنا يا رب. ما تنسنيش بدعوه حلوه ما تعملي الطريقه وتجربيها، واترككم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.